تدددا. انا اخدت القرار ان انا اشتغل في مجال التعليق الصوتي. انا شايف ان صوتي مميز. انا اشتغلت على نفسي وعملت تمرينات صوتيه وتمرينات لعضلات الفك واللسان بحيث ان انا مخارج حروفي وصوتي يكون واضح ومتميز. انا ابتديت اقرا نصوص واسجل لنفسي على الموبايل واسمع نفسي عشان اشوف قوتي في النصوص المختلفه واعرف اخطائي. انا عايزه اتعلم من الناس المحترفين، فابتديت اسمع للناس المحترفين وابتديت ان انا اقول نفس النصوص اللي هم بيقولوها، اقرا المعلق صوتي، اسمع اعلانات واعلان واكتبه واسجله لنفسي، فيبقى عندي كده النسخه الاحترافيه الموجوده والنسخه اللي انا بسجلها لنفسي، فاقدر كده اعرف واقيم نفسي واطور من ادائي واشوف انا اقدر اقلد الناس دي واعمل اداء كويس ولا لا. حلو جدا. لحد دلوقتي هايل. المفروض ان انا بعد المرحله دي، المفروض ان المرحله دي تاخد مني وقت طويل على فكره. يعني انا مش هجرب نفسي مره واتنين يبقى خلاص خلصنا، لا. مجالات التعليق الصوتي كتير ولازم احدد بالظبط انا متميز في انه مجال، لان انا لما احدد انا متميز في انه مجال هجو دايركت على الهدف بتاعي. يعني انا متميز في ان انا اقدم محتوى وثائقي، هركز فيه. انا متميز في المحتوى الاعلاني، هركز فيه. انا متميز في الكتب الصوتيه، هركز فيه. انا متميز في الدوبلاج، هركز فيه. انا متميز ان انا اقدم الاي في ار او الرسائل المسجله لخدمه العملاء، هركز فيه. انا متميز ان انا اقرا في مجال التقرير الاخباريه واقرا نشره اخبار، هركز فيه. بعد كده ايه الخطوه الجايه اللي انا اعملها؟ انا سجلت صوتي وسمعته، سمعت صوت حد تاني وحاولت ان انا اقلد طريقه الاداء بتاعه، حاولت ان انا استعمل الميزه دي ان انا عندي الموبايل وان انا عندي السوشيال ميديا وان انا بقدر اسمع ناس كتير قوي، ان انا بقدر اطلع اللي انا عايزه على جوجل، اطلع اللي انا عايزه على اليوتيوب، على اي حاجه على السوشيال ميديا، ان انا اسمع ناس بتقرا وثائقي، ناس بتقرا اخباري، ناس بتقرا تاريخي، ناس بتقدم محتوى اطفال، ناس بتقدم تمثيل صوتي، ناس بتقدم دوبلاج. وصلت ان انا عندي امكانيه كبيره قوي وحاجات كتيره قوي اقدر اتعلم منها. طيب اعمل ايه؟ في مواقع بقى موجوده انا على السوشيال ميديا. المواقع دي المفروض ان انا بخش عليها، دي المواقع زي الفيسبوك وزي الحاجات دي، لا، في حاجات تانية متعلقه بالفريلانسنج نقدر نقدم بيها خدمات التعليق الصوتي. اقدر ان انا اعمل صفحه، والصفحه احط عليها عينات صوتيه بتمثل صوتي في قراءه نصوص مختلفه، او على الاقل ابتدي بنص 2 3، بحيث ان الناس اللي عايزه خدمه تعليق صوتي بتدور على معلقين صوتيين او فريلانسرز في مجال التعليق الصوتي، بتخش على هذه المواقع وتقدر تتواصل معايا وتقدر تطلب مني خدمات صوتيه اسجلها لها واقدمها لها، واقدر ان انا امتهن هذه المهنه واكسب فلوس واكون فعلا معلق صوتي محترف. طيب، علشان اقدر يبقى عندي عينه صوتيه احترافيه اقدر احطها على هذه المواقع، انا ما ينفعش ابقى بسجل بس على الموبايل. الموبايل هو وسيله بدائيه او بسيطه اقدر بيها اتعرف على صوتي وامكانيات صوتي، لكن عشان استعمل صوتي عشان يتحط على نص احترافي، على انا بقرا كتاب او خلفيه اعلان او رساله مسجله لخدمه عملاء او الكلام ده كله، لازم العينه الصوتيه اللي انا اقدمها لازم تكون احترافيه، يعني لازم تكون بمواصفات عاليه الجوده. ده عشان يحصل لازم يكون عندي، يا اما يكون عندي استوديو بروح اسجل فيه ومهندس الصوت بيديني العينه الصوتيه بتاعتي، يا اما يكون انا عندي استوديو بقى في بيتي مصغر مثلا عامله بحيث ان انا اسجل فيه واطلع الصوت بتاعي عن طريق اجهزه احترافيه. طب ايه بقى الاجهزه الاحترافيه اللي انا لما اسجل صوتي عليها اقدر اطلع بيها صوتي في احسن صوره ممكنه؟ ده اللي هنتكلم عليه الحلقه الجايه.